دعوة للتصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة الخميس المقبل أطلقها رئيس الحكومة الجزائري عبد الملك سلال. ففي فيديو حظي بتداول واسع وجه السلال الجزائريات لتوفير أفضل الظروف لأزواجهن وذلك لنجاح الانتخابات، داعيا بطريقة مرحة إلى عدم إعداد قهوة الصباح لهم إذا لم ينهضوا من أجل التصويت، بل وضرب الأزواج بالعصا أيضا. نتابع. نوجه لكم نداء باش انتم تكونوا اقوياء نهار الانتخاب، لابد تشاركوا وتقولوا رجالكم تنوضوهم الصباح على صباح ربي قال ما كاش قهوه روح تفوتي. واللي ما يفوتيش اعطوه بالعصا. دعوة السلال جاءت بعد دعوات لمقاطعة الانتخابات بررها داعون لها بفقدان الثقة في السلطة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. ومن أبرز هؤلاء الداعين للمقاطعة اليوتيوبر الجزائري شمس الدين العمراني الذي دعا للمقاطعة من خلال أغنية ما نصوتيش التي طرحها عبر قناته على يوتيوب محققة نحو 3 ملايين مشاهدة خلال أيام. علاش غير كي يقرب الفوت اللي تحبي تسمعي الصوت؟ نسمعك صوتي والله ما نصوتي، ما نصوتيش، ما نقدرش نصوتي. شوفي حالتي راني في لوطي، سمحي لي يما تقلب بين البوطي.